السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير يا شباب. إن شاء الله النهاردة نكمل يونت 4 الوحدة الرابعة إن شاء الله. والنهاردة معادنا إن شاء الله مع درس جديد ألا وهو ليسون 3 اللي هو الدرس الثالث. إن شاء الله خلصنا يا جماعة ليسون 1 و 2 في الوحدة الرابعة، وخلصنا الحمد لله وثلاث وحدات. كالعادة يا جماعة أول حاجة نبدأ بنيو فوكابلوري اللي هو أهم كلمات الدرس بتاعنا. نحاول يا جماعه نردد مع بعض كده عشان القرايه مهمه جدا. نقرا يلا مع بعض. اول حاجه نادي رياضي اسمها سبورتس كلوب. سبورتس كلوب. مكتبه لايبراري. كلمه جميله قوي هتقابلك كتير قوي يا جماعه في المنهج. محطه اسمها ستيشن. اسمعها كتير قوي يا جماعه، اقول لك بلاي ستيشن وكده. متحف اسمه ميوزيوم. براحتك يا جماعه، الاثنين واحده امريكان والثانيه بريتش، ان شاء الله الاثنين صح. يبقى سبورتس كلاب، لايبراري، ستيشن، ميوزيوم. مكمله يا جماعه اهوت مع كلمه مدينه صغيره اسمها تاون مدينه صغيره، لكن مدينه كبيره كنا خدناها بمعنى سيتي. تمام قوي. كلمه سير بخط او بشكل مستقيم جو ستريت، الجي والاتش صار يا جماعه. تمام قوي. جو ستريت. تيرن رايت يعني احود يمين، او عكسها تيرن ليفت احود شمال. نقول كم مره؟ تاون جو ستريت يعني امشي طوالي خليك دغري. تيرن رايت تيرن ليفت. حلو قوي. طيب معانا شويه كلمات برضه خفيفه يا جماعه هيفيدونا جدا في درس الريدنج ان شاء الله النهارده. كلمه امشي على طول اسمه جو ستريت اهيد. جو ستريت، الجي والاتش سايلنت يا شباب. جو ستريت اهيد، وخد بالك من كلمه اهيد مش هيد بس. تيرن رايت اون، تيرن ليفت. يا جماعه تيرن رايت اون يعني اتجه يمين، وهنا تيرن ليفت يعني اتجه شمال. على الزاويه او على الناصيه على اول الشارع، يعني زي ما احنا بنقول كده يا جماعه اون ذا كورنر. خد بالك من حرف جر اون مهم قوي. اون ذا رايت برضك حرف جر اون مهم قوي. كمان عندك على الشمال on the left. ساعات يقول لك ايه on ولا in ولا at، لا on the right on the left، الاثنين on. خد تاني طبعا نص يمين take the second right، وكمان take the second left. خد حوضة الشمال وخد حوضة اليمين. كلمات كلها سهله جدا وهتفيدنا قوي قوي في درس الريدنج ان شاء الله النهارده يا جماعه. ركز معايا. لكن في درس تاني ان شاء الله، او في شويه other vocab، بعض الكلمات او بعض المفردات الاخرى التانيين برضك مهمين جدا في درس النهارده يا جماعه. معلش انا عارف المفردات كتير شويه، بس هنعمل ايه يا جماعه؟ المنهج اصلا مليان كلمات، وانا بحاول بقدر الامكان اختصر وبجيب الكلمات المهمه في كل درس. طب نقرا مع بعض يا جماعه الكلمات الجميله برضك، بس ان شاء الله معظمها قديمه. ستور بمعنى متجر زي محل كده برضك حاجه معايا. every morning يعني كل صباح، كل يوم الصبح. كلمه near يعني بالقرب من، قريب، زي ما كنا خدناها يا جماعه في الحصه اللي فاتت في حروف الجر بتاع behind وبيسايد ونير وابove، كنا خدناها يا جماعه. where بمعنى اين، او ساعات بمعنى حيث، برضه خدناه واتكلمنا على الحصه اللي فاتت. corner يعني زاويه او ناصيه. تمام. هابي، لا ده كلمه قديمه خالص. هابي كنا عندك في سنه ثالثه ابتدائي في اول درس خالص في الصفات. دايركشنز اللي معنى اتجاهات، كلمه جميله جدا. كمان عندك كلمه شمال، والاتجاه ده ناخده النهارده يا جماعه. الشمال اسمها نورث اللي معناها شمالا او شمال. اوكي. عندك كلمه اماكن اسمها places. طبعا لو مكان واحد اقول place عشان بس معظم الوحده بتتكلم عن البليسز الاماكن. كلمة غالبا أو كثيرا اسمها often، وبعض الناس يقول لك often. طبعا حرف التي موجود بره يا جماعة في اللونج مان تمشي بردك. side بمعنى جانب. second بمعنى ثاني. عندك معذرة أو لا مؤاخذة يا كابتن كده ولا حاجة، أو لو سمحت اسمها excuse me. لما أجي مثلا أطلب حاجة من واحد أو ألفت انتباهه هقول له excuse me. تمام، مش بعتذر له. اليوم اسمها today. شارع اسمه ستريت كلمة قديمة برضك. وأخيرا كلمة جنوب عكس شمال بقى، لما قلنا شمال اسمها نورث، لكن جنوب اسمها ساوث. كلام زي الفل اهو يا جماعة، وكلمات ما شاء الله معظمها قديمة جدا، اللي هي ايه الأماكن والاتجاهات والحاجات الحلوة دي. طيب دلوقتي يا جماعة دلوقتي مع فقرة بقى ميس انشراح.
طبعا يا جماعه المس انشراح طيبه جدا، بتشرح لنا كل حاجه وتفهمنا ان شاء الله. بتقولوا لنا ايه بقى في درس النهارده يا اولاد بقى يا حبايبي يا ابطال؟ بقى هناخد درس خفيف جدا وجميل قوي، هيكون عن حاجه اسمها giving directions. giving يعني اعطاء، جاي من فعل give يا جماعه يعطي. directions اللي معناها اتجاهات زي ما كانت موجوده في حفظ الكلمه من شويه. بتقول لنا ايه اهم 3 كلمات يا اولاد لازم تكون عارفهم لما انت مثلا تيجي تعطي او توصف مكان لحد. عاوز واحد بيقول لك هو فين مثلا اقرب مستشفى هنا، هتقول مثلا امشي طوالي، لا يمين، لا شمال، خد تاني حاول اعمل حاجه وكده. شوفوا يا جماعه 3 كلمات او 3 جمل مهمين قوي. اول كلمه هي من ناحيه الشمال حاجه اسمها go straight ahead. go straight ahead سير بشكل مستقيم، زي بالبلدي كده نقول ايه خليك طوالي دغري، خليك على طول اعمل حاجه في وشك طوالي. حاجه يا جماعه اكيد طبعا بنسمعها كتير قوي في الشارع وكده. او ممكن تقولوا turn left. turn يعني ايه احود، وكلمه turn right يعني احود يمين. turn right احود يمين لو انت عايز مثلا احود يمين. او شمال بقى turn left الاخيره خلاص اهي، ادي turn right احود يمين، turn left احود شمال. او عاوز تقول له ايه خليك طوالي على طول في وشك طوالي اعمل حاجه، تقول له ايه go straight ahead. وخد بالك من ahead مش head بس، تمام قوي. طب عايز اقول بقى لحد امشي طوالي، يلا يا جماعه عشان نطبق بقى كوات مع بعض. طوالي واحود يمين، اقولها ازاي؟ يلا يا شباب كده نشوف مين اللي شاطر بقى يعملها لي من الجدول اللي فوق. اول حاجه امشي طوالي يعني ايه؟ go straight ahead. واحود يمين هتقول and turn right. شوف سهله جدا. لو عايز تروح شمال تقول turn left. امشي طوالي go straight ahead and turn right. كلام حلو قوي يا جماعه. شوف بقى دلوقتي مع فقره عمك شكشك، الراجل بقى الطيب يا جماعه اللي كل حصه بيجي لنا كده وكل درس عشان يقول لنا ايه خد بالك من حته مهمه قوي. ايه بقى يا سيدي؟ بص كده يا عم شكشك بقى بقول لك ايه للسؤال عن مكان شيء ما. لما تسال واحد صاحبك هو فين اقرب مثلا، او تسال واحد مثلا هو فين اقرب مستشفى هنا، هي فين فين المدرسه اللي هنا، هي فين مثلا البوسطه اللي هنا. يا جماعه خلينا متفقين يا جماعه ان كلمه وير اهي قدامك اهيت للسؤال عن المكان زي ما احنا خدناها في الوحده اللي فاتت. حتى صاحبنا اهو ماسك الخريطه الماب وقاعد بيبص ادك وير وير وير. طب شكل السؤال هيجي ازاي بقى يا جميل؟ بص اهو where is the وبعدين نحط نقط. طب النقط دي نحط فيها ايه؟ نحط فيها اي اسم مكان. سكول بقى، بنك، مثلا لايبراري، شوبينج مول، بوست اوفيس، اي مكان انت بتسال عنه. وير از ذا كذا، نحط اسم مكان اهو. مثال اهوت وير از ذا بوست اوفيس. يا جماعه بوست اوفيس اللي هو ايه مكتب بريد. انا عايزك تلاحظ حته حلوه قوي. شوف بعد وير جه الفعل از، صح؟ الفيرب از ده تيجي مع المفرد، عشان كده بس عن مكان مفرد اللي هي ايه بوست اوفيس اللي هو مكتب بريد، مكتب واحد. طبعا يا جماعه لو كنت قلت مثلا مكاتب بوست اوفيسز كنت هقول وير ار، لكن اهو اين مكتب البريد، مكتب واحد. فخلينا يا جماعه متفقين بعد وير بيجي اما از او اما يجي ار على حسب المكان اللي احنا بنسال عنه مفرد ولا جمع. شوف الاجابه هتقول ايه اتس اون ذا كورنر اهي. اون ذا كورنر، كورنر هي مش معناها الزاويه، لا كورنر هنا معناها على الناصيه. الناصيه يعني ايه؟ يعني على اول الشارع زي ما احنا بنقول كده قدامك طوالي يعمل حاجه على اول الشارع يا استاذ. او ممكن تقول توصفه تاني اهو، ممكن ترد عليه باجابه تانيه اتس اون ذا رايت. اون ذا رايت يعني طبعا على ايه؟ على اليمين. لو عايز تقول على اليسار على الشمال تقول ايه؟ اون ذا ليفت. طبعا قلنا ركز جدا على حرف جر on the right on the left on the corner، عشان ساعات في اختيارات يقول لك ايه تختار on the left on ولا in ولا at وهكذا. طيب دلوقتي بقى مع فقره اكسرسايز بقى التمرين الجميل جدا مع بعض يا شباب اهوت ان شاء الله. وعايزين نركز في تمرين موجود في بعض الكتب يا جماعه بشكل جميل جدا. يقول لك ايه look and answer. هنا يا جماعه في الصور هجيب 4 صور وانت عاوز انت بقى تجاوب عليهم، بس مهم جدا نفهم السؤال معناه ايه. السؤال الاولاني بيقول لك ايه وير از ذا سوبر ماركت. انت ملاحظ اهو ان السوبر ماركت موجود ما بين الميوزيوم المتحف وكمان مستشفى. هتقول ايه؟ اول حاجه اتس انها اللي هو طبعا السوبر ماركت يعني بين ذا ميوزيوم المتحف اند هوسبيتال. انها او انه يعني السوبر ماركت بين يا شباب كنا خدناها في حفظ الكلمات في الحصه اللي فاتت، بين المتحف و
الهوسبيتال مستشفى. طب سؤال تاني where is the cat أين القطة؟ برضك أبدأ بكلمة it is. ليه؟ عشان القطة غير عاقل، زي ما بدك السوبر ماركت كان غير عاقل قلت it is. it's on the table على الترابيزة. فعلا فين القطة؟ on the table. كلام جميل جدا، كلها اسئله سهله جدا يا جماعه والله العظيم، بس ايه اهم حاجه تترجم السؤال وهتلاقي الدنيا عندك سهله. وات از ذس؟ ايه اللي في الصوره قدامك؟ دي صوره مستشفى مستر. ايوه صح، يعني ايه؟ هتقول ايه؟ ات از ا هوسبيتال مستشفى. طبعا شباب قلت لي ات از طبعا زي تفانوات عشان دي حاجه مفرد. ات از تمام قوي. طب شو بقى وات ار ذيس؟ ايه اللي في الصوره بقى ديت؟ ده مش مفرد، ده 3 شجرات. هقولها ازاي؟ بص يا جميل السؤال لك ايه؟ وات ار ذيس اشقلب تبقى اسمها ذيس ار. ار ذيس ار تريز. شوف اكن ايه جبت الاجابه من السؤال وات ار ذيس، قمت شقلبت قلت ذيس ار، جبت ايه السبجكت وقدمته على الفيرب على الفعل. بس ما ذيس ار تريز، هؤلاء او تلك اشجار. كلام حلو يا جماعه. طبعا كان معاكم مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. يا رب كده لو انت استفدت معلومه بسيطه خالص. لو اي حاجه يعني تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان طبعا يوصلك كل المنهج باذن الله. وطبعا حاول تشير الفيديو لان الرسول قال خير الناس انفعهم للناس. وكمان ممكن تشترك على جروب مستر انجلش على الفيسبوك، عليه كل الشتات وعليه كل حاجه.